بشوف اشكال لبس غريبه، ويقول لك دي هتخليك شيك، دي هتخليك شكلك حلو، دي هتخليك برنس، دي هتخليك معرفش ايه، وليس لها علاقه بالموضه. اللبس يا جماعه حرفيا ولحسن حظك ان هو بيساهم في شكل الواحد. ممكن يكون شكلك مش قد كده بس اللبس يخلي شكلك في حته تانية. هقول لك على قاعده واحده بس، القاعده دي لو طبقتها في اللبس هتبقى شيك جدا. خليك بسيط. يعني ايه خليك بسيط؟ هقول لك على حاجه. فباجي انزل مثلا اشوف الناس في الافراح، تلاقيه لابس نظاره واكله نص وشه، تلاقيه لابس تيشيرت اللي بيبقى عليه الفيست وبنطلون ولابس عليهم كوتشي قد كده، هو قد التلاجة ويقول لك انا كده يعني ما شاء الله. انت بتبص له قول كده ما شاء الله، ما شاء الله يا ابني انا عايز ارجع. فده لبس غلط. امال طب اقول لك انا ايه اللبس الشيك بقى؟ خليك بسيط. ساعه، البرفيوم بتاعك طبعا ريحتك لازم تكون حلوه، يعني ما تبقاش مفخم في اللبس وريحتك وحشه. طبعا ده هنتكلم عليه في فيديو الاساسيات، ولكن انا بتكلم دلوقتي في الفيديو بتاع اللبس. البرفيوم طبعا بتاعك تكون رشه، سلاسل بقى، شغل حظاظات، الكلام ده انساه خالص. فاهم؟ انا كل اللي عايزه في دراعك يكون في ساعه بس فقط لا غير. طبعا الساعه يكون شكلها بسيط زي ما انت ما شايف كده، تمام؟ ما يكونش الساعه ضخمه برضو، لا انا عايز حاجه بسيطه جدا زي كده. بص مش عارف لو واضحه لكم كده ولا لا. تمام؟ حاجه بسيطه خالص وسيمبل في نفس الوقت. تمام؟ قميص اسود، بنطلون يكون مثلا ابيض. يعني حاول افصل بحاجه فاتحه بين الحاجتين الغامقين. ما تلبسش الفواتح، ما تلبسليش برتقاني واحمر مثلا كده، انت برضو ما عملتش حاجه. لا اسود وابيض كده، فاهم؟ الكوتشي بتاعك يبقى مثلا اللي هو اللوفر او كوتشي اسود، حاجه كده بسيطه وهاديه، فاهم؟ ما تلبسليش حاجه عاليه، تلبسليش. انا والله ما اعرفش اسامي الكوتشيات والله، يعني انا مش بتاع هدوم، بس الفكره ان انا لعلمك اللبس اللي انا قلته ده ارخص حتى من اللبس اللي بيلبسوه، ارخص بكتير، ولكن هيخليك فعلا نظيف وشيك. انما بقى شغلة بقى ان انا ايه، اروح اجيب من هنا واطلع من فوق وانزل من، طبعا الحاجات اللي قلتها دي اساسيات، فبالله عليك ما تنفضلهاش. طبعا لو عجبتك الحلقه انت عارف هتعمل ايه، اشتراك ولايك. السلام عليكم.